السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي فاتيل زهر. اليوم باذن الله مع وصفه وفيديو جديد غنشوفوا طريقه تحضير قريشلات او قرص كيجيو اكثر من رائعين بالحليب. كيجيو هائلين جدا كيف ما كتشوفوا. طريقه التحضير ديالهم سهله وسريعه، كيجيو مهويين وخفاف. فغنحضرهم معكم خطوه بخطوه باش ينجحوا معكم ان شاء الله، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله وعلى بركة الله. المكونات والطريقة في نفس الوقت. غادي نوضع كمية ديال الحليب كأس ونصف. بالنسبة للحليب يكون دافئ، ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلش لينا مفعول ديال الخميرة، وما يكونش بارد يعني يكون دافئ. غادي نضيف ليه نصف كأس من السكر ما يعادل 80 غرام، وغنضيف معلقة ديال الخميرة معجونة، ومن بعد غادي نخلط هاد المكونات. ثم في هذا البريوش غادي نحتاج حبة من البيض. بالنسبة للبياض البيض غادي نضيفه في العجين، والصفار غادي نحتفظ به في الاخير باش غادي ندهن به. ومن بعد غادي نزيد نصف كأس من الزيت النباتية. بعد ما خلطت المكونات فانا هنا غادي نزيد ساشي ديال خميرة الحلويات ما يعادل 7 غرام، ونصف ملعقة ديال الملح. اما هنا غادي نزيد شويه ديال النافع والزرجلان، فكيبقى اختياري. يمكن لكم تعوضوه بساشي ديال الفاني او قشور الحامض او البرتقال. صافي غادي نبدا باضافه الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نستعمل 500 غرام. فكنضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصل على عجينه كتكون مرخوفه. ما كيحتاجوش منا شي مجهود ولا الدلك، فقط كندخلوا ديك الكميه ديال الدقيق وصافي. فانا احتاجيت هنا 500 غرام ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العلبه. انا هنايا غادي نكمل العجين بيديا باش كيسهل علينا نجمعوه. صافي من بعد ما جمعت العجين فانا غادي نغطيها ونخليها حتى تختمر، حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ونرجعو نتلاقاو. من بعد ما اختمرت ليا العجين فغادي ندهن يديا بالزيت، وغادي نفرغها من داك الهواء اللي كيكون فيها. وكيف ما كتشوفوا راه من الضروري من العجينه تختمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها باش البريوش يجي ناجح. وإلا ما خمراتش مزيان فما كتكونش ناجحه معكم. من بعد ما فرغتها من داك الهواء اللي لداخل
غادي ندهن لاطه بالزيت وغادي نبدا نشكل كريسات، يعني كيبقى الحجم اللي بغيتو نتوما تشكلوهم صغار او لا كبار. صافي انا غادي نكمل في التقطاع ديال الكريسات. صافي من بعد ما ساليت من تقسيم العجينه، فانا هنا غادي ندهن يديا بالزيت وغادي نضغط عليهم واحد شويه باش ما يجيوش غلاط بزاف. صافي هنايا من بعد ما ساليت فانا غادي نخليهم يخمروا المره الثانيه. انا هنايا خليت واحد 4 ديال الحبات، ضفت ليهم واحد شويه ديال الشكلاط من الداخل. كيف كتشوفوا في الفيديو دخلت فيهم الشكلاط وغادي نخليهم حتى هما يختمروا. ومن بعد غادي ندهنهم، ولكن ما غاديش نرشهم بالزنجلان، غادي نزينهم في الاخير غير بالعسل وكاوكاو من الفوق. صافي غادي نخليوهم يخمروا المره الثانيه كيف قلت لكم. وكنتمنى انكم الفيديو تكونوا شاهدتوه من الاول حتى الاخر، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم وباعجابكم للفيديو. انا هنايا خديت اصفر بيضه وقليل من الحليب وقهوه سريعه الذوبان، غادي نخلطهم وغادي ندهن بهم الكريسات وغادي نزينهم بالسجلان. ومن بعد ما خمروا كيف ما كتشوفوا كيوليو بهذا الشكل، كيتضاعف الحجم ديالهم ملي كيخمروا.
صافي انايا هنايا غادي ندهنهم داك الصفار البيض والحليب وقهوه سالات الذوبان، وغادي نزينهم بالزنجلان. وغندخلهم للفرن على نار مهيله، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالهم في الاخير. انا هنايا دخلتهم للفران، كيف كتشوفوا ان كيطيبوا كيزيدوا يتنفخوا، كيضاعف الحجم ديالهم في الطياب. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات اللي حضرت معكم اليوم. كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو خفاف وكيجيو مقطنين ومهوين من الداخل، فكنتمنى تجربوهم. وغادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل. فهانتوما بالنسبه للشكل ديالهم من الداخل كيجيو بهذا الشكل. كنتمنى يكونوا واضحين لكم. ووصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتخليوا لي اراء ديالكم في التعاليق، وتشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تزوروها، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.